قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء قوم موسى وأتباعه، اللي تبعوه أيضا خلق عليه الصلاة والسلام، خلق كثير، ولكن الله جل وعلا يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر على هؤلاء الأنبياء. ثم بعد ذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة. يوم جاء السماء السابعة شاف من؟ يقول دخلت السماء السابعة فرأيت رجلا شيخا أشباهه وأشباهي، تشبه وجهه يشبه وجهي، أقرب نبي للرسول إبراهيم في الخلقة. يقول وكان متكئا متسند على البيت المعمور. بيت معمور هو بيت تطوف عليه الملائكة في السماء فوق الكعبة بالسانتي. قال النبي، هذا حديث رسولنا في حديث البخاري حديث أنس، قال والله لو سقط البيت المعمور لسقط على الكعبة، فوق الكعبة وهو في السماء. يقول فلما رأيت إبراهيم ينظر الآن النبي صلى الله عليه وسلم، زاد الله مكة تشريفا ومهابة يا رب العالمين. الآن اللي يشوف الكعبة، أنا جالس أتخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس يناظر. شوفوا إبراهيم لقاه وين؟ فيه عند البيت المعمور. والله أن ربنا عادل، الجزاء من جنس العمل. من اللي رفع قواعد الكعبة؟ إبراهيم. وكأن الله يقول جزاءك يا إبراهيم أنت ترتاح فوق عند أسوار أو عند حيطان البيت المعمور كما بنيت الكعبة. ولاحظوا مستريح، لأن الله كأن الله يقول تعبناك وانت تبني الكعبة، الحجر الثقيل الأسود، ترى راحتك عندنا في الجنة. تبغون الراحة فوق؟ اتعبوا هنا. تريدون الراحة عند الله؟ اتعب في الدنيا. قم صلاة الفجر فيها البرد وتوض واطلع للمسجد وتذكر بشر المشائين للمساجد بالنور التام في الظلام بالنور التام يوم القيامة. اتعب تحت قدمي والديك برا وإحسانا في الذهاب بهم من المستشفى. اتعب في صلة رحمك، اتعب في زيارة مريض له حق عليك، اتعب في تربية أبنائك وتلطفك مع أسرتك وزوجك وأهلك. اتعب عشان ترتاح، بس راحتك في الجنة. ترى الراحة مين في الدنيا. اللي يتصور ان الراحة هنا غلطان، ما فهم الحياة. الله جل وعلا خلقنا عشان نبني ونتعب ونخلف ونشتغل. ما جاءنا هنا الله سبحانه وتعالى انك كادح الى ربك ايش؟ كدح فملاقيه. الدعوة مين سوالف، الدعوة تحتاج الى تعب. يقول الامام احمد او غيره من اهل العلم، قال الراحة متى؟ قال عند اول قدم تضعها في الجنة. لما تدخل رجلك في الجنة، تدخل باب الجنة، ستكون الراحة. اما الذي يبحث هنا في الراحة في الدنيا فهذا لا يمكن. يقول فنظرت اليه فابتسم في وجهي عليه الصلاة والسلام جدنا ابراهيم. عشان كذا احنا في كل فرض اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل نحبه، هو معنا. ولذلك نحن نحب الانبياء كلهم، لكن ابراهيم يربطنا به علاقة خاصة في ارتباط. جد النبي صلى الله عليه وسلم اسماعيل جد النبي، ثم يدخل فسلم عليه قال مرحبا بالنبي الصالح والعبد الصالح والولد الصالح، ويتبسم في وجهه وهو متكئ على الكعبة. ثم اسمعوا ماذا قال. يا جماعة الإقبال على الله هو كل الراحة في الدنيا وفي الآخرة. لازم تصلح ما بينك وبين الله حتى تشعر ان الموضوع بدأت تقترب من الله. قال اني لا ابلغ يا محمد امتك مني السلام. عليك السلام يا ابراهيم، والله لقد بلغنا حبيبنا سلامك وبلغنا رسالتك وبلغنا وصيتك. وقال اوصهم. وش يوصيهم؟ يوصيكم الان بوصية من تمسك بها وعمل بها وحرص على ادائها انه سيلقى نعمة من نعم الدنيا والآخرة. بماذا توصينا يا ابراهيم؟ قال ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. هذه وصية ابراهيم يا جماعة، هذه وصية ابوكم ابراهيم، وصية سماوية جاءتنا على لسان النبي. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلقى هذه الوصية من ابراهيم عليه السلام انك تزرع بها نخلة في الجنة هي غراس الجنة. وش رايكم نطبق هالوصية؟ ما هي بدعوة للدعاء الجماعي، لكن قولوا خلنا نكسب اجركم. قولوا لا اله سبحان الله
والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ابشروا فقد غرستم الان نخلة في الجنة. وهذه وصية حبيبكم، رددوها يا مشاهدين ومشاهدات ونساء واخوات. وش ورانا؟ طول ما انت جالس الان تشاهد سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر، سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر. اغرسوا يا جماعة، اغرس غراس عشان يوم القيامة ترى تلك الجنان العظيمة وتعيش الراحة الكبيرة. يا جماعة الراحة في ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذي لا يعرف طاعة ولا ذكرا ميت، هل كان ضايع تعبان قلق طفشان. ولذلك الله يقول سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى. قل لا إله إلا الله، طلعها من قلبك يا أخي، استشعرها. قل سبحان الله، سبحان الله، تنزه الله، سبحان الله، سبحان الله. كأن محمد يقول، إبراهيم يقول لمحمد يا محمد ترى هذا الملكوت، شوف ملكوت رب العالمين، فقل سبحان صاحب هذا الملكوت. ترى الآن المقام اللي أنت فيه، قل الحمد لله على هذا المقام والرفعة التي رفعك الله بها، ورفعنا لك ذكرك. وقل لا إله إلا الله توحيدا وإخلاصا في السماء وفي الأرض، والله أكبر عند خلقه وعظمته. وش حنا عند خلق الله؟ وش أنا وأنت؟ الأرض هذه وش عند خلق الله؟ الكرسي الذي يضع الله جل وعلا تعالى الله عن التمثيل والتشبيه والتكييف، يضع رجله عليه. قال للعرش عرش الرحمن، السماوات والأرض وما فيها من جبال وما فيها من مخلوقات وبحار عند عرش الرحمن إلا كحلقة مثل هالخاتم ألقيت في فلاة في صحراء. هذا عند الكرسي فقط، كيف عرش الرحمن جل في علاه؟ فملكوت الله كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا الجلال ويرى هذه العظمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قوموا بهذه الوصية الذي أوصى بها إبراهيم، يوصي بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. الرسول الآن شاف إبراهيم وسمع نصيحته، خذ الوصية ودخل الحين مع جري البيت المعمور. أنتم متخيلين البيت المعمور؟ شوفوا شو يقول الرسول، قال دخلت البيت المعمور فرأيت 70,000 ملك يطوفون كل يوم يذهبون ولا يعودون. متخيلين الحرم؟ الله يشرف هذا البيت العظيم. إذا جاء وقت الحج، موسم الحج أو ليالي رمضان التي يزدحم الناس، لا يتجاوز عددهم 2,000,000 أحيانا 3 مليون بالكثير، ولا يطوفون كلهم مع بعض. اللي يطوف يمكن حول للصحن 100,000. ومع ذلك لما ترى هذا العدد تذهل، فما بالك ب70,000 ملك يطوفون يوميا، يروحون ولا عاد يرجعون. كم أعداد الملائكة؟ ثم التفت النبي قال أطت السماء. أطت، ايش معنى أطت؟ لها صوت، اهتزت. شفت العربية لما تجيب عربية ولا حوض سيارة ديدسن وتملاها أغراض وانت تمشي تسمع الصرصرة هذا أطت، أطيط. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع 4 أصابع إلا وهناك ملك ساجد أو راكع. ملائكة عظام. ولذلك النبي استأذن ربه، قال استأذنت ربي أن أحدث عن ملك من الملائكة واحد بس، أحدث يا ربي عنه، فأذن لي. قال فحدث عن ملك رآه، قال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة. هذا ملك واحد بس، وانت عندك الآن 70,000 ملك يطوفون بالبيت المعمور، يذهبون ولا يعودون. ترى الله غني عني وعنك، حنا مساكين. وبعدين يا جماعة لاحظوا، يقول ما من موضع 4 أصابع إلا هناك ملك ساجد أو راكع. حتى وصف الصلاة في السماء من عظمة الصلاة، ولذلك شرعت في السماء الصلاة ما هي بشوي. الملائكة ساجد راكع ساجد راكع، النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، الأنبياء يصلون خلف الرسول. يا جماعة الملائكة تسجد والملائكة تركع، وجبريل يصلي والأنبياء يصلون والنبي يصلي والرسول يوصي بالصلاة في بداية الدعوة وفي آخر حياته، ونفرط فيها؟ ما لها قيمة عندنا. والملائكة راكعة وساجدة لا. وإذا جاء يوم القيامة ارتفعت الملائكة، رفعت رؤوسها، الراكع يرفع من الركوع والساجد يرفع من السجود. شو يقولون؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. من يوم خلقوا حتى ماتوا أو حتى بعثوا وهم سجدا وركوعا
ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. حنا 5 صلوات وتنقص وتفوت تكبيرة الإحرام ويفوت وقتها، وبعضنا قد لا يصليها، وتفويت، ونلعب بحجة الدين يسر، وهي رأس المال. رأس مالك الصلاة ضاعت تضيع، وحافظت عليها تبقى قيمتك عند الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يوم شاف هذا الملكوت هانت عليه الدنيا، خلاص، والدنيا ليست لها قيمة عند النبي أصلا. ومع ذلك لما رأى هذا الملكوت أصبحت هذه الدنيا ليس لها عند حبيبكم صلى الله عليه وسلم أي أمر. طيب وقفنا يا محمد، لا باقي فيه مكان تبي تطلع الآن. ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الآن وهو يصعد النبي صلى الله عليه وسلم شم رائحة جميلة منتشرة في السماوات. التفت على جبريل قال: ما هذه الرائحة يا جبريل الجميلة التي تملأ السماء والأرض؟ قال: هذه رائحة ماشطة فرعون وأبنائها. ماشطة فرعون وش قصتها؟ هذه الماشطة بمعنى الكوافيرة اللي كانت تمشط شعر بنت فرعون، وهي كانت مؤمنة بالله وأن موسى نبي، لكن أخفت إسلامها، وتعرف أن فرعون مو بإله ولا شيء، بشر، لكن خايفة فكتمت إيمانها. وهي مرة تمشط بنت فرعون طاح المشط من يدها. يوم طاح، لأن يقولون اللسان مغراف للي في القلب، قالت بسم الله. قالت بنتها: أبوي. بنت فرعون: تقصدين أبوي؟ قالت: لا وش أبوك، خلاص أنت بتعلن، لأن الإيمان بدأ يخرج خلاص. قالت: لا، الله ربي ورب أبوك ورب العالمين. قالت: بعلم أبوي. قالت: علميه أخبريه. وذهبت إلى فرعون قالت: يا أبي إن الماشطة تقول بسم الله. فلما سألتها قالت: ما هو بنت رب العالمين، أنت مو بالله. ويسمع الكلام فرعون قال: جيبوها. من ربك؟ قالت: ربي وربك ورب العالمين هو الله جل في علاه. قال: جيبوا عيالها. كان عندها 4 أطفال، أحدهم رضيع و3 أكبر منه. وقال: أعذبهم. قالت: افعل ما شئت. يقولون فجاب بقرة، هيكل بقرة من نحاس، وأشعلها نارا، وتعرفون نحاس ونار. ثم قال: ربي من ربك؟ قالت: ربي وربك الله. قال: اجعلوا الأول في النار. فرموا ولدها الأول في النار، ويصرخ الولد ويصرخ، ثم اختفى صوته ومات. الله يلطف بأخواننا المسلمين في كل مكان. ثم الثاني ويصرخ ثم يموت. ثم الثالث. لما جاء الرابع رضيع، جاءوا ياخذون منها وسحبته. قال: لا يا أمه اتركني فإنك على الحق. وقال بعضهم: هذا أحد الذي تكلموا في المهد. ورماه في النار فمات وهي تنظر. ثم تقتل هي قتلت أيضا، وقتلت زوجته، لأن أخبرتها. قال: من أخبرك بهذا؟ قال: علمتني زوجتك آسية. آسية التي آمنت هي التي أخبرتني. وقتل زوجته، وبشر الله زوجة فرعون أنها من أهل الجنة. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. شوفوا كما قلت الجزاء من جنس العمل. ويشم الرسول رائحة، لأنها كانت الماشطة تشم رائحة أبنائهم يحترقون، نار وشواط ورائحة دخان وحريق، فكأن الله يعوضها برائحة في الجنة. فكأن الرسول يقول لنا: نحن أمة إذا عبدنا الله بلا إله إلا هو، كل من قال لا إله إلا الله على جميع الأمم فهو أخونا. ولم يقل خلاص نسيناها زوجة فرعون ولا ماشطة فرعون. هذه الرائحة الزكية تملأ السماوات والأرض جزاء لهذه المرأة. الأذان نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوات الصلاة وبعث المقام محمود الذي وعدته. وشاف النبي صلى الله عليه وسلم في الرحلة يقولون مر فرأى لحم طيب وجميل، ولحم يعني خلنا نقول بمصطلحنا المعاصر هبر، والتفت وشاف على اليسار أناس واقفون بين لحمين، هذا اللحم الطيب على اليمين وفي لحم ثاني نتن معفن ويأكلون من هذا اللحم النتن. فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزنات يأكلون اللحم النتن ويتركون اللحم الحلال الطيب. وهذا تشبيه في ترك الحلال في الدنيا والذهاب للحرام. وهذه نصيحة أيضا لشبابنا ونصيحة لكل من أغرته نفسه لا قدر الله أن يلتفت إلى مثل هذا، أن يعلم أن الجزاء من جنس العمل. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه رأى أناس آخرين وأفواههم مفتوحة وتؤخذ كرات من النار، جمر من النار، وتوضع في أفواههم. فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يا ويل اللي ماتوا خيه مسكين وربى عياله أيتام وأتمن على مال ينميه أو يحفظه ثم أكله من غير وجه حق. يا ويل من تبنى مالا للمؤمنين وأخذ أموال للمسلمين، ضعفاء أيتام، حتى بنتك التي تزوجها بمهر ثم تأخذ مالها من غير وجه حق، أو زوجتك موظفة معلمة فتلزمها على أن تأخذ شيئا من مالها. أكل مال الحرام حرمه الله، ولا يجوز أن تأخذ مالا من غير وجه حق، خاصة إن كان صاحبه ضعيفا وأنت مؤتمن عليه محل الأمانة. متى يكون كما يقال الحاكم، أو متى يكون الحكم حقا؟ إذا كان الحاكم والقاضي ظالما. يجب أن تكون أنت ممن يحفظ هذا المال. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسمعت الجنة تقول يا رب أين سكاني إني تهيأت لهم، كثر حريري وكثر مائي وكثرت خيراتي، هنيئا والله العظيم لأهل قيام الليل، هنيئا للمصلين، هنيئا للصائمين، هنيئا للعفيفين، هنيئا لمن يبحثون عن لقمة الحلال، هنيئا للطائعين، هنيئا للبارين، هنيئا لكل من يعمل لله جل في علاه، فهذه الجنة تتزين لكم كل يوم. والرسول صلى الله عليه وسلم يشوف ملكوت السماوات والأرض، ومر على أهل النار ورأى منهم أناس لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وفي لفظ الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراض النساء. والله العظيم اني انا احيانا امسك رأسي من شدة الهول، ما ادري كيف يتجرأ بعض الناس على قذف المحصنات وعلى قذف اعراض المسلمين وعلى التكلم في خباياهم، وخاصة المؤتمنون. حتى انتم ايها الاطباء اللي تدخلون على الناس في بيوتهم، على المرضى في اسرتهم، حتى انت ايها السجان يا من تفتح الباب على السجين اجبارا، ففي اسرار وفي خصوصيات. حتى انتم ايها الاباء والامهات، كل من له سلطة على مسلم احفظ هذا اللسان،
احفظوا ألسنتكم. اليوم أصبحت الغيبة فاكهة مجالس الكثيرين إلا من رحم الله. اتقوا الله فيما يقال، نتق الله في أعراض الناس. ترى العرض ليس بالسهل، كلمة تقولها من غضب الله لا تلقي لها بالا قد تكون بسبب كلامك في عرض فلان وعلان. وخاصة أخوات النساء، اتقين الله، امتنعوا عن الكلام الذي لا يرضي الله. إن كان حق هذه غيبة، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإذا كان فيه ما لم تقل فقد ايش بهته، وكلها مصيبة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم شاف في النار ناس لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم من النار. قلت من هؤلاء؟ قال أولئك الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. النبي صلى الله عليه وسلم الآن ينظر إلى هذا المشهد ويبدأ يطلع. ما بعد وقف الرسول صلى الله عليه وسلم وطلع في مكان. فجأة لما وصل موضع التفت الرسول، وقف جبريل. تفضل يا جبريل. يقول الرسول في لا يفوتني ايش ولا افوته، وراك وقفت يا جبريل. قال هذا مكان لم يؤذن لي بالدخول فيه، ان اقتربت احترقت، وانت ان اقتربت اخترقت. وان كان هاللفظ فيه ضعف لكن المعنى صحيح. ان اقتربت انا جبريل احترقت، لكن انت يا محمد ان اقتربت او ارتفعت فاقتربت واخترقت، تدخل الى هذا المكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مكانة رسولكم، اللهم صل على محمد. يا جماعة تراكم شهداء على الناس يوم القيامة، تراكم شهداء يا جماعة. احترموا، لا نفضح الاسلام. بني بكر، انا في مداخلتي امس قلت في هذا في بداية، بني بكر لما كان في معركة بين الفرس والمسلمين، المسلمون كانوا في بداية المعركة منتصرين، شوي من جهة الميمنة صار في خذلان وخذلوا المسلمين. كان في قبيلة يقال لها بني بكر مستهترة بالمعنى أصح، ما تعرف قيمة الغزوة ولا القتال. وشافهم المثنى قائد المعركة، فخذ قصاصة ورقة وكتب بسم الله الرحمن الرحيم من المثنى إلى بني بكر اتقوا الله لا تفضحوا المسلمين ولا تفضحوا أمة محمد. وحركت فيهم وقلبتهم أسود، وجاء الإسلام من قبلهم أو النصر جاء من قبلهم. حنا اليوم ما نبغى نفضح المسلمين، لا نفضح المسلمين يا جماعة. رسولنا بلغ منزلة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهنا يصعد في موضع حتى جبريل على جلالة قدره أمين السماء عليه السلام ما بلغ هذه المنزلة التي بلغها محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. يقول الرسول فالتفت جبريل. طبعا الرسول هنا في هذا الموضع شاف جبريل على هيئته الطبيعية، ولقد رآه نزلة أخرى مرة ثانية على حالة اللي 600 جناح عند سدرة المنتهى. شافه عند السدرة في موضع اسمه السدرة. سميت بالمنتهى ليش؟ لأنها المكان النهائي، آخر حد يوصل له المخاليق، آخر حد النهاية. يقول فالتفت إلى جبريل بأجنحته 600، طرف جناحه قلب فيها ديار لوط، ولو فرد واحد من أجنحته غطى الأفق ما بين السماء والأرض. تخيلوا في هذا المشهد. قال النبي فالتفت إلى جبريل فإذا به كالحصير البالي أو الحلس البالي، الثوب الطايح في الأرض، خشوعا لله جل في علاه، خوف وخشية من الله جل في علاه. عظموا الله في نفوسكم، عظموا الله جلت قدرته. عيب 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 أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك. والله عيب، عيب أن الله جل وعلا يقول أبغاك في المسجد فلا يراك، أبغاك بارا بوالديك فلا يراك، أنهاك عن دخول البارات والذهاب لأهل الخمور والحانات والضياع فيراك من الأوائل فيها. عيب. هذا من جزء من تعريف التقوى، أنا أعتبره أسهل تعريف للتقوى. قال وما التقوى؟ قال التقوى أن يراك حيث أمرك وأن لا يراك حيث نهاك. انتبه يشوفك ربي في المكان اللي نهاك عنه، أو يفتقدك في المكان الذي أمرك أن تكون فيه. وخشية الله عظيمة. جبريل يصير مثل الحصير، مثل الثوب اللي طايح في الأرض، خشوعا خشية لله جل في علاه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يصعد، ولا يزال هذا الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصعد. لما دخل هذا المكان إذ يغشى السدرة ما يغشى. وش اللي يغشى السدرة؟ الأوامر. السدرة طبعا وصفها النبي قال أوراقها كأذان الفيل، مثل أذان الفيل، وثمارها نبقها، يعني الثمار كالأباريق
يعني ما فيها شيء ملفت كثير. فلما تغشاها ما غشا، وش تغشاها؟ نور الله جل في علاه. يقول النبي: فرأيت الأعاجيب، رأيت نور الله، فتغيرت السدرة وأصبح الفراش من الذهب، والله إني أعجز عن وصف الذي رأيت. رسولكم الذي أوتي جوامع الكلم وأوتي بلاغة الأرض وحرف الضاء، ما نطق أحد كما نطقه النبي، يعجز عليه الصلاة والسلام أن يصف هذا المشهد الذي رأى فيه نور رب العالمين. تجلت الأنوار الإلهية الربانية في هذا المشهد العظيم واللقاء الفريد، ما زاغ البصر وما طغى. وصل النبي فكان قاب قوسين أو أدنى بينه وبين العرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغت منزلة، وصلت مكان، والله إني أسمع صريف الأقلام. شوفوا منزلة رسولكم، اللهم صل على محمد. عظيم صلى الله عليه وسلم، عظم الله قدره وشأنه ورفع في هذه المنزلة حتى يبين للأمة: لقد رأى من آيات ربه ايش؟ الكبرى. شاف جبريل وشاف السدرة وشاف أنوار، هذه الأنوار الإلهية. وهنا كلمه الله. موسى كليم الله، وإبراهيم حبيب الله، ومحمد كليم وحبيب الله جل في علاه، صلى الله على محمد. محمد الكليم، ربنا كلم محمد في هذه الرحلة، كلمه. اختلف العلماء هل رآه أو لم يراه، لكن الصحيح أنه ما رأى الله، ولم يرى أحد رب العالمين حتى الآن. الرؤية تكون في الجنة، أسأل الله لا يحرمنا وإياكم من رؤيته. الرحلة يا جماعة، أنا أقول لكم ليش سميت المعراج؟ أبغى نعرج، والله أني أنا أسولف أحس أننا في السماء. نبغى الروح تعرج فوق وتحلق في سماء ربها، ونتذكر أنه بيجي يوم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وصل، وهنا قال الله ربه: يا محمد إني أفرض على أمتك 50 صلاة. 50 صلاة يا جماعة، الفرض الوحيد والركن الوحيد والعبادة الوحيدة التي فرضت على النبي في السماء هي الصلاة. كل الأركان في الأرض، التوحيد في الأرض جاءه في جبريل تحت، وكذلك الصيام، وكذلك الحج، وكذلك الزكاة، وكل أحكام الشريعة، إلا الصلاة فرضت في السماء. وطبيعتها لأن الصلاة كل يوم 5 مرات الله أكبر، روحك أصلا تعرج فوق، الروح تروح فوق. فطبيعة المعراج أن تعرج بنفسك 5 مرات في اليوم، فكانت الصلاة مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحلق أنفسنا مع الله كل يوم 5 مرات. 50 صلاة فقبلها النبي. وهو نازل التقى بمن؟ بموسى السماء السادسة. قال: ماذا فرض عليك ربك؟ قال: فرض علي 50 صلاة. قال: إني جربت بني إسرائيل ولم يفلحوا، فإن قومك لا يقدرون عليها، ارجع إلى ربك، استأذن ربك أن يخففها. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رب خفف على أمتي. فقيل أنه قال 40، يعني خففنا 10، وقيل خفف نصفها 25 في روايتين. 10 نزل قال له كم؟ قال 40. قال: لا يقدرون عليها. فعاد إلى ربه فاستأذن فصارت 30، ثم شوي صارت 20. تخيلوا لو صلاتنا 50 صلاة، أنا حسبتها اليوم بالساعة 50 وزعتها على اليوم، طلعت كل 27 دقيقة تصلي فرض. الحين بعضنا يفوته فرض العصر ولا جاء المغرب قال: أنا صليت العصر ولا لا؟ والله ما أدري. تخيل أنك تصلي الحين رقم 37، الله أكبر، هذا رقم كم؟ 36، لا 5، لا هذه 27. لكن رحمة فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم، يروح يرجع حتى بقيت 5. فالله جل وعلا قال: إنه لا يبدل القول لدي، إنها 5 بالفعل بالأداء و50 في الأجر. رح فقد فرضت 5. يوم رجع إلى موسى قال: كم؟ قال: 5. قال: كثيرة. قال: والله إني استحيت من ربي خلاص. 5 يا جماعة، 5 صلوات، ومع ذلك حنا نشوفها كأنها أثقل من جبال أحد. ليه؟ لماذا الصلاة؟ الرسول يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، يا بلال إذا تعبنا تكفى أذن وخلنا نصلي. حنا اليوم نقول أرحنا ولا ريحنا من الصلاة. في فرق بين أرحنا بها وريحنا منها. أرحنا يعني إذا دخلنا نجد أنفسنا فيها، ولذلك كان النبي إذا فزع وكان عنده أمر شديد فزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، ويعرف قيمة الصلاة عليه الصلاة والسلام. ولذلك كل يوم
5 مرات الله اكبر، اكبر من دنياك، واكبر من همومك، واكبر من ديونك، واكبر من مشكلتك مع زوجك، واكبر من كل امر في الدنيا، اكبر من كل شيء. الله اكبر هو الكبير. يقول الحسن البصري: اياك ان تقول الله اكبر فتلتفت في الصلاة الى غيره. مو بلازم يلتفت بصرك، قد يلتفت قلبك.